السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده هنعمل مع بعض الاستاكوزا او اللابستر تيل. انا عندي هنا الاستاكوزا بتتباع على هيئة ديول بس، فهعملها لكم بطريقة بسيطة جدا وما بتاخدش وقت خالص ومكونات بسيطة جدا وتتبيلة رهيبة. هنبدأ دلوقتي ونشوف طريقتها مع بعض من غير مقدمات كتير، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني انا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو حابين يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هحتاج لها طبعا هو اللابستر تيل او الديول الاستاكوزا. عندي هنا الاستاكوزا بتتباع ديول بس، ده اغلب اللي انا بلاقيه، ما بلاقيش استاكوزا سليمه، فببدا كده اخدها واقصقص كل الرجول بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالمقص بتاع السمك. اهم حاجه ان انتوا تشيلوها كلها علشان ما يبقاش شكلها مش لطيف في تسويه الاستاكوزا. بالشكل ده انا نضفت كل الكميه اللي معايا، هم 3 وحدات حجمهم كبير. ببدا بقى بعد كده اقطع العظمه اللي في الظهر دي من النص بالمقص برضو بتاع السمك، بتتقص معايا سهل جدا بالشكل ده. وبعدين ببدا بقى اسلكها بصباعي علشان اطلع اللحم بتاع الاستاكوزا من بره، عشان يديكوا الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. لازم اللحم بتاع الاستاكوزا يطلع لبره بالشكل ده بيكون شكله. برضو لو حصل مثلا ولقيتوا فيه زوائد او حاجه بتشيلوها، ولو حصل ولقيتوا اللحم لازق في بعضه بتقصوه بالمقص عشان يبقى شكله مفتوح بالشكل ده. بس كده. دلوقتي بقى هبدأ في تحضير التتبيلة. هحتاج لنص كوباية من الزبدة. طبعا يفضل ان انتوا تستخدموا الزبدة. سيحتها في الميكرويف وبعدين نزلت عليها بعصير حوالي 3 ليمونات، ونص كوباية من البقدونس المفروم، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا البودر، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهخلطهم مع بعض. انا ما بحبش اضيف بهارات سمك، انا بحب اخلي الحاجة بالذات الاستاكوزا والجمبري يكونوا بطعمهم الاصلي. وبس كده، دي كل التتبيلة اللي انا هحتاجها. دلوقتي بقى رصصت الاستاكوزا في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وبدات ادهنها بالتتبيله. وتاخدوا بالكم انا بعمل ايه، انا برفع اللحم بتاع الاستاكوزا لفوق، وبحط التتبيله في اللحم بتاعها من تحت ومن فوق علشان التتبيله توصل لكل حته في الاستاكوزا. وكمان علشان التتبيله توصل لكل مكان في الاستاكوزا انا فاتحه اللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان ما يبقاش ضامم على بعضه والتتبيله ما تدخلش جوه اللحم. انا عاوزه كل حته في لحم الاستاكوزا يبقى فيها طعم التتبيله، بجد الطعم ده بيبقى حلو جدا طعم التتبيله دي. وبعدين بعد ما تبلت كله نزلت بباقي التتبيله واحطها في الفرن. ما بتاخدش وقت خالص، بالظبط 10 دقايق وتكون جاهزه معايا. بس كده طلعتها من الفرن، قدمتها بقى في السيرفيس ونزلت عليها بالصوص اللي نازل منه ده، بيكون طعمه حلو جدا مع الاستاكوزا. وبعدين زينتها بشويه من البقدونس وكمان شرايح الليمون. وبس كده، ده بيكون شكل طبق النهارده. طبعا شكله شيك جدا لما يكون عندكم عزومه اسماك ولا حاجه، تقدموا سيرفيس زي ده، سيرفيس استاكوزا، بيبقى شكله حلو قوي وكمان طعمه رهيب. حبيت ان انا اقطعه معاكم عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. وبس كده يكون ده فيديو النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، الطريقه تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسونيش بلايك للفيديو، لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.